كنت جالس في بيتي في ديك الغرفة اللي ديما كنت كنقلب فيها على الإلهام. ضوء صغير خافت مضوي فوقي، ورقة وقلم في يدي. كنت كنكتب قصة جديدة مستوحاة من واحد الحكاية غريبة على شخص مات في ظروف غامضة. داك الموت بقى لغز ما حد قدر يفك الشفرات ديالو، وكنت باغي نوصل لذروة الحكاية، خاصة المشهد اللي كيموت فيه البطل. كنت مركز في كل كلمة، كنت كنحاول نحس بيها. بغيت القارئ يعيش معايا الخوف اللي كنت كنحسو انايا. ولكن فاش جبت جملة الموت، واحد الهمسة خرجات مورايا، همسة خفيفة بحال الصوت ديال النفس، وقالت مازال ما مات، راه حداك. عيوني تحلو كتر وكتحس بيا الرعشة في الدم ديالي. الصوت كيعاود يتكرر، وهاد المرة كيتقرب كتر، بحال شي حد كيهضر ليا، لكن ما كيبانش. كيشدني الفضول والخوف في نفس الوقت. كنقول مع راسي هذا غير الهوى، هذا غير التهيؤات. ولكن الصوت واضح وحاد. بديت كنقلب في الغرفة ديالي باللاواعي، كان قلبي كيدق بسرعة. حاولت نحبس التنفس ديالي باش نسمع الصوت بوضوح، وهنا كنسمع الصوت كيتردد. حكايته ما سالاتش، راه كيتسنى غير اللي يفهم الحقيقة. بدات الصور كتجري في بالي، هاد القصة اللي كنكتب على شخص مات غريب، بحال الا كيشير لواحد السر كبير اللي ما عارفو حتى واحد. السر بقى غامض سنين، وهاد الهمسات بحال الا كتحاول تخليني نقرب للحقيقة. الرعشات في يديا مازال ما ساليتش القص، وكان ضوء الغرفة بدا كيضعف شوية بشوية. كنت كنحس كأني موصل لحقيقة خطيرة.